صباح الفل، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. رجع لكم النهارده فيديو تحفه جدا. الوصفه النهارده صحيه وجميله جدا، يعني تنفع للدايت وتنفع للناس اللي بتحب تاكل اكل صحي، وتنفع جدا جدا للاطفال. بس قبل ما نبدا الفيديو متنسيش لايك حلو منك وشير وتشتركي في القناه لو لسه مش مشتركه، وتفعلي الجرس على الكل عشان تشوفي كل جديد هنا بقدمه في القناه بتاعتي. بصوا، انا هنا الوصفه كلها هنتعمل بالشوفان وشويه حاجات كده صحيه معاها. تابع معايا الفيديو للاخر، وزي ما انت شايفه كده انا بوريكي الانتاج كده علشان تتشجعي وتعمليه، بدل ما بتعملي الكوب كيك العادي اللي هو بيبقى مليان بقى دقيق ابيض وجلوتين والكلام ده كله. فالنهارده الوصفه دي حلوه وممتازه ومغذيه جدا. يلا بينا نبدا الوصفه بتاعتنا. واول حاجه بنبدا بيها هي كوبايتين من دقيق الشوفان. لو عندك الحبه كامله اطحنيها وحطي كوبايتين، ومعانا معلقتين كبار من الدقيق الابيض العادي علشان الخلطه بتاعتنا ما تفرولش مننا، ومعانا معلقتين كبار من العسل الاسود. ممكن يبقى ليهم بدايل وهقولك عليهم واحنا شغالين في الوصفه. معانا بضايه، معانا معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من البيكنج صودا، ورشه صغيره من الملح، معلقتين من الزيت، ومعلقه من الخل، وكوبايه من الميه. يلا بينا بقى نبدأ نشتغل في الوصفة بتاعتنا. والوصفة بتاعتنا سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت خالص. اول حاجة هنبدأ فيها هي المكونات السائلة. هننزل بالعسل الاسود. البديل بتاع العسل الاسود ممكن تجيبي 2 من ثمرة الموز وتهرسيهم كويس جدا جدا، وتبدأي تشتغلي بيهم بدل العسل الاسود، وممكن تستبدليهم بالعسل الابيض. طبعا هنا العسل وظيفته ان الوصفة بتاعتنا تسكر، يعني احنا مش حاطين سكر لو انتوا واخدين بالكم. السكر اللي هناخده من العسل، فهيبقى عسل اسود او عسل ابيض او الثمرتين من الموز. كمان خلوا بالكم ان معلقتين عسل اسود سكرهم على قد الناس اللي بتحب السكر، يعني معتدل. لو بتحب الحاجة مسكرة شوية زودي كمان معلقة كبيرة. هننزل بقى بالبضاية والمية والزيت والفانيليا زي ما احنا شايفين. حطي باكو فانيليا او معلقة من الفانيليا السائلة. هنبدأ بقى ان احنا نخفقهم كويس جدا، واتأكدي ان العسل داب معاكي، علشان خاطر العسل بيكون يعني مركز تحت في الطبق ومش بيدوب بسهولة. فركزي كده كويس انك انتي دوبتي العسل كويس قوي. طبعا العسل الاسود بيدي لون غامق للخلطة بتاعتنا والوصفة بتاعتنا. لو مش حابة انك تدي لون غامق للوصفة بتاعتك استعملي العسل الابيض. ونزلنا بقى بالدقيق بتاع الشوفان. احنا طحناه بس ما بيطحنش بدرجة 100% اللي هو زي الدقيق الابيض العادي، يعني طبعا بيبقى خشن ومش بننخله. ونزلت بيه عليهم بالمعلقتين من الدقيق، وكمان نزلنا بالملح والبيكنج باودر والبيكنج صودا. البيكنج صودا هنا وظيفتها ان الدقيق بتاع الشوفان بيبقى مكتوم شوية عن الدقيق الابيض العادي، ما بيبقاش فيه هشاشة كده، ومش من السهولة ان هو يبقى هش كده والوصفة بتاعتك تبقى طرية كده وحلوة. فبنحط البيكنج صودا عشان الوصفة يدخلها هوا كويس وتبقى هشة معاكي، ما تبقاش تقيلة كده ومكتومة. ده وظيفة البيكنج صودا. بس كده هقلبهم كويس. مش بنقلب كتير طبعا، يعني بتقلبيهم لحد لما المكونات بتاعتك تختلط كويس مع بعض. وبنجيب بقى معانا الكب كيك اللي هو الورق بتاع الكب كيك، وبنحطه في الصينية. طبعا لو انتي مش حابة انك تحطي في قوالب ورق، ممكن تستعملي قوالب سيليكون. ممكن تستعملي القوالب اللي هي بتبقى صغيرة اللي هي السلق الألمونيا مثلا، او ممكن تعملي في صينية كيك عادي، يعني مش هتقفي على حاجة. بس كل الحكاية انها بتبقى وحدات كده، وتبقي عارفة الحجم والكمية اللي انتي اخدتيها بس يعني. وعشان كمان لو انتي عندك اطفال وحابة انك انتي تديلهم واحدة من الكب كيك، ده مغذي جدا زي ما انتوا شايفين، والمكونات بتتكلم عن نفسها. خصوصا ان الشوفان من الحاجات المغذية قوي ومليانة الياف، وبجد يعني ادخلي كده اعملي سيرش عن فوائد الشوفان، فهتعرفي عنه معلومات حلوة كتير. بس كده انا صبيته طبعا في القوالب الكب كيك، وزينته كده من على الوش بالحبات الكاملة دي. ما تقلقيش منها خالص، هي مع التسوية بتبقى يعني مقرمشة كده وتبقى حلوة، ما يعني مش هتضايقك في الاكل ابدا.
وكمان عملت يعني بدل الشوفان اللي هو السليم عملت كمان بحبات الزبيب، وطبعا الزبيب يعني من الحاجات الممتازة جدا ومفيش مشكلة منها من حبات الزبيب في لو انت عاملة دايت يعني وعايزة تاكلي اكل صحي، وكمان نسبة السكريات فيه ما تكونش عالية، فالوصفة دي هتناسبك جدا جدا وجميلة. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة في 180 أو 170 المتاح عندك يعني في الفرن بتاعك، ما بتاخدش وقت يعني أقل من 10 دقايق يعني بتطلع على طول معاكي. يعني تابعيها على طول، بتسيبيها تبرد عشان بتكون لازقة شوية في الورق، وبعدين بقى بتبدأي انك انتي تاكليها وتقدميها لولادك وعيلتك. بس كده، يا رب تكون وصفة عجبتك وتجربيها بجد بجد هتعجبك قوي، من الوصفات اللي فعلا تستاهل ان هي تتعمل. بس بقى اشوفكم على خير، ولايك بقى للفيديو، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.